على بالي كامل تحبوا الرز. اليوم ان شاء الله الشيف صلاح الباتني راح يشارك معكم رز مجمر في الفرن بطريقه سهله وبسيطه، ويجي مشمخ، ما يجيش ناشف، ويجي مزربع على حبه وبزاف بنين. خليكم على الوصفه. بالنسبه لطريقه تحضير المرق، في طنجره الضغط نديروا شويه زيت، نحطوا 2 افخاذ نتاع الدجاجه نقليوهم مليح، نضيفوا 2 حبات بصل، 2 حبات طماطم، 4 سنات نتاع الثوم، شويه زيتون خضر، وعندي قرن فلفل حار، قرن فلفل حلو. بالنسبه للتوابل استعملت انايا ملح، زنجبيل، نستعملوا ايضا شويه تاع فلفل الكحل وشويه تاع فلفل احمر. انا استعملت هذا التوابل تاع ديزاد فود تيست، راح نخليكم هنا لاباج تاعهم انستغرام، ونخلي لكم ايضا رقم الهاتف. اذا هنا التوابل مشكله، درت تاع الدجاج ودرت تاع الرز دائما من ديزاد فود تيست، درت لهم ملعقه ونص تاع طماطم مصبره وخليتهم لمده نصف ساعه على نار اللي تكون متوسطه. من بعد ما رقت بالماء يكون سخون، نغطي الكوكوطه تاعنا ونخليوها 45 دقيقه على نار قليله حتى يطيب لنا هذاك الدجاج. من جهه اخرى جبت 3 كيسان تاع رز، انا استعملت بسمتي، درت له شويه ملح، درت له شويه توابل تاع الرز هذو من ديزاد فود تيست، قليتهم شويه في هذيك الزيت. دائما رز بسمتي كاس يقابل 2 كيسان تاع ماء، درت 3 كيسان رز ب 6 كيسان نتاع الماء اللي يكون سخون. من بعد لهنا نقصت النار، غطيت عليه وخليته حتى شرب هذوك السوائل كامل. من جهه اخرى المرق تاعي بعد ما طاب نحيت هذاك الدجاج فتتو، واللاصوص تاعي ايضا صفيتها من هذيك الخضره. وهذه الصلصه اللي راكم تشوفوها اذا حبيتوا ديروها تقدروا تستغنوا عليها، سنو اذا حبيتوا ديروها نخليها لكم لتحتها في لا ديسكريبسيون. هذه هي. وهذاك المرق ايضا شربت به، درت شويه فرماج نتاع تارتيليس وفوتوها للفرن على 180 درجه لمده نصف ساعه حتى نشرب هذيك لاصوص ويذوب لنا هذاك الفرماج. هذه هي النتيجه. شهيتكم بالصحه، نتلاقاو في عد اخر. السلام عليكم.